ممكن نهضر انا دابا؟ تفضلي برنسيسه. واخا انا طلعت، انا عمرني ما كنطلعش اللايفات وماشي شغلي في هذا الشيء. وبركه بلادي بركه عليها انها اسمها المغرب. المغرب مرض شعوب في هذا الوقيته من بعد المونديال. ما عرفتش بنادم سخن عليه راسو على المغرب. علاش؟ حيت المغرب دار شي حاجه ناجحه وما عجبكمش الحال. انا بغيت نجاوب الجزائريين اللي كيكتبوا على امهات هاد اللاعبين، كيكتبوا عليهم بانهم ما عندهمش اباء. هذوك امهات برنسيسه، على مود لا يصير شجار داخل البث. أنا ما أريد شجار يصير بداخل البث أو تصفية حسابات سياسية أو مجتمعية بداخل البث مالتي. خلافاتكم مع الجزائر خليها في موضوع آخر أو بحث آخر. خلينا نتحدث فقط في السؤال اللي طارحه أنا، أوكي؟ في صلب الموضوع. اتركي الخلافات الجانبية. تفضلي. انا كنقول لك هذيك التصويره انت اللي حاطها تما فيها امهات. ما عندكش الحق تحط صوره ديال امهات شريفات وتقول فين هما الاباء. الاباء كاين اللي ميتين، الاباء كاين اللي سمحوا في امهاتهم ومشاو في حالهم وخلاوهم رباو رجال وكانوا في غربه وخدموا بعرق كتافهم وكبروا رجال. باش انت، انا نقول لك واحد حاجه، عالج مشاكل بلادك. العراق غارقه مشاكل، عالج مشكل العطواني ومشكل ديال العراقيين اللي كيطلعوا كيف البنات بالماكياج ويشطحوا الشعور. عالج هذاك المشكل، عالج مشكل. علاش ما حضروش اباء هذوك اللعابه نهار كانوا عند في القصر الملكي؟ والجزائر يعالجوا مشاكلهم ويشوفوا هما راسهم اشنو كاينين ويخليوا هذيك الهضره اللي كيقولوا على هذوك المغربيات اللي طعنوا في شرفهم. تيقولوا بان السعوديين والخليجيين الله يجعلها في رقبتهم يوم القيامه، اللي كيطعنوا في شرف امهات. خلصتي؟ انا نخلص وغادي نهبط. انا اصلا ما عنديش مع هذا الشيء. انا كمغربيه كل جزائري هضر خايب في الام مغربيه بلا ما نهضروا على امهاتهم شنو داز عليهم في الاستعمار. قبل لا تنسلين لحظه. اولا لم اتحدث ولم اتطرق. وانا نقول لك بعد انت عراقي يعني انت بلادك غارقه مشاكل. عالج مشكل بلادك. المغاربه رجال ورباونا وكبرونا، والمغاربه رجال.